السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد وترند جديد. ترند اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي وهو عن غمدان أبو يحيى الهندواني. سبق وأن عرضنا له فيديوهات زمان، وقد كان اشتهر في كلمة شيز يوم دخل في أحد سيارته. هو يمتلك سيارات كثيرة وشابع من بيته، فلا أحد يقول أنه يدور ترندات. فالأخ هذا تاجر جنابي ولكن يعرف كيف يسوق لنفسه. فاليوم ظهر يعني بفيديو وهو في المملكة العربية السعودية بسيارته التي سبق وأن تحدث عليه ناس كثير، واليوم تثار الضجة من جديد حول سيارة لكسس. أتوقع أنا آخر موديل حسب ما قيل، أنا لا أعرف، إنها آخر موديل 2025، ولكن اللوحة أقرأ كما هو مبين هنا. فأبو يحيى هو تاجر جنابي، وسبق وأن ضرب ترند، فهو يعرف كيف يسوق لنفسه يعني. فالواحد لازم يعني يضحي أو تخسر علشان تحصل أكثر. فالناس يوزعون، بعض الناس سيارات علشان يحصلوا جمهور أكثر وقاعدة جماهيرية أكثر. فهو المرة الأولى كانت بالصدفة حسب ما قال راشد معروف أنا في أحد مقالاته، إنه يعني كان وقف بالغلط وصوروه ناس وهو بيجيب حقه الأول الذي دخل فيه، فوقف غلط. بعدين قال وضح إنه يعني كان المكان ضيق فدخل شيز. عموما اليوم أظهر بهذا الفيديو. نشاهد أول فيديو هو وأبو بكيل أحد المغتربين هناك في المملكة العربية السعودية. يا هلا والله يا حبايبي، يسعد مساكم بكل خير وعافيه. طبعا اطلق من ينور ابو بكيل في مسيرته كامل. الاخ الكريم غبدان طبعا، وعينك على اللوحه صلاه على النبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. جاء من اليمن هو الوالد الكريم والاخوه هناء. حبينا نطلع في ذا المقطع الفيديو ونوجه لكم اجمل تحيه. كلمه للشباب. عند ابو بكير لا تزلوه، والله مرخص. شيخ الدوائر. شيخ الدوائر مع شيخ الجنابي. الله يعطيكم ملايين وشرف كبير والله. سعودي حسابه. فهو يعني مثل ما تقولون يعني يستخدم أسلوب الإعلان بطريقة يعني ملفتة بعض الشيء. مش تبغى تعلن لنفسك وذا وأنت قاعد مثلي بالقناة حقي، ما أبغاش أخسر ريال وأبغى أشتهر. عموما نشوف له هذا المعرض تبعهم. شوفوا يعني تاجر وله يعني عدة مراكز ومولات تجارية. نشاهد هذا الفيديو اللي يعلن لمنتجاته لأغراض. سقف واحد. هذا طبعا فرعنا فرع محلات شيخ الجنابي في محافظة مأرب. حزم عندهم جنابي مقلد، جنابي صيفاني عزيري ما اشتيتوا. العنوان جولة ميلانو، أمام فندق ميلانو، بداية خط سرواه. طبعا مثل ما شاهدنا، ولكن اليوم في ناس معلقين كثير. أبدأ من عند فتحي بن الأزرق الذي يعني كان قاسيا أو مخالفا يعني ما أعجبه الوضع. قال عن خبرة كبيرة في الحياة والأشخاص، صاحب هذه السيارة شخص فارغ، رأيي الشخصي. وأيضا نشاهد لراشد معروف قال تشتو السرق صحيح، صاحب الجنابي مفصع بس إحنا حسد والله. المهم كل واحد وأدلى بدلوه. نشاهد هنا خالد شائع يقول الأخ أبو يحيى غمدان الهندواني مسافر من جدة إلى صنعاء يدور ركاب ورسائل، وهذا رقم التواصل 11. طبعا بطريقة يعني لأنه يعلن لأصحاب السيارات. الملفت أنه يعني هي سيارة أجرة يعني الرقم، ولكن الرقم مميز. فبعضهم كمان قال في هذا التعليق أنا شاهدت شعب ربل حق صميل أخضر دخل المملكة وقلع شعار السناب. يمكن ممنوع عرض السناب في السيارات. المهم أن السناب مقلوع من الجيب كما كان هو مطبوع على السيارة. أيضا نشاهد هنا لبعض منتجاتها الجنابي الغريبة. هذه أنا لا أعلم من الذي يرغب في الجنابي هذه. في لها عشاق وفي لها يعني ناس يشتروها بالملايين. أشاهد هذه الجنبية الذي يسموها الزراف أو كذا، غريبة بعض الشكل بعض الشيء. نشاهد أيضا هنا له صورة في قدام أحد المعارض أو إعلان كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم نحن في وكالة دار الملوك للملابس الرجالية، رجالي شبابي ولادي، وكالات عالمية للأرقاء وأيد الملابس. ما شاء الله تبارك الله، كل ما تحتاجونه تحت سقف واحد.
أيضا وقبل الختام أختتم بمقولة لأبو حور، شخص يدون، أنا من المعجبين والمتابعين للقراءات حقه في الفيسبوك. يكتب: الأخ أبو يحيى بايع الجنابي قام بترقيم سيارة أجرة، علما أن نوع السيارة لكسس 2025 وتعتبر من أغلى السيارات وأفخمها، تتراوح قيمتها أكثر من نصف مليون ريال سعودي، إلا أن المنتقدين والمحللين قالوا إنه قمركها أجرة من أجل الشهرة ومن أجل أن يتصدر الترند، مع العلم أن أبو يحيى كان قاصدا الترند فعلا، وهذا الشيء طبيعي لأنه تاجر ويسعى إلى توسيع دائرة متابعيه وعملائه، حتى وإن كلفه عشرة الملايين. الرجل هدفه تجاري بحت، بينما أنتم لا تعرفون شيء سوى انتقاده إلى درجة إن أحد الصحفيين وصفه بالتفاهة، وهذا عيب. ولعلمكم المشهور السعودي غازي الذيابي وزع عشرات السيارات الفارهة من أجل الشهرة وتوسيع دائرة جمهوره، وكل هذا من أجل الاستفادة والدخول في غمار التجارة مستقبلا. النقطة الثانية أن صاحب هذه السيارة نقل صورة جميلة عن اليمني داخل السعودية في مظهره وكل تفاصيله. في الحقيقة الصورة من السعودية يوم أمس. طبعا هذه آخر مقولة أنا شاهدتها لأبو حور، ونكون وصلنا إلى ختام هذا الفيديو القصير، ونترككم مع بعض اللقطات تكون ختام هذا الفيديو. هلا ورحب. أول مرة أشوف سيارة لوحاتها يمنية. حي الله أهل اليمن، حي الله الحبايب. واضح إنكم توقفون بشكل عشوائي. الرجال ماخذ 3 مواقف ما شاء الله. حي الله أهل اليمن، حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تقول للعرب اللي قالوا ما توقف جين من الكلام؟ والله ما تعمدنا تجيني به متعمد يعني بغاب، بس ما حصلنا موقف الا ندخل شيز. فاصحابنا وكذلك جميع العشوط العشاري رقم 1 في محلات شيخ الجنابي ابو يحيى غمدان الهندوان. العنوان شارع مارب قبل جولة آية، جوار توب لوكسري للملابس. حيا الله ابو يحيى، نورتنا. مرحبا. نورين حياكم الله. صاحب الشيز. شيز حياكم الله. احنا في ضيافة ابو سلمان في معرض مشهور للسيارات، عندهم جميع انواع السيارات واسعارها سوس. ايوه سوس، ما يحتاج. الله يحييك. والمزاد قدوة. الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحابنا هذه في مارب، اي واحد يشتري سيارة ولا يبيع سيارة ولا ذي عليه على هذا المعرض يمن لاندكار عند الاخ ناجي بن محسن الغويبي. يعني امانة صدق وفاء، ما يحتاج، على ضمانة شيخ الجنابي. اي شيء ما تشتوه يجي لكم، واذا ما بشي عنده يوفرها لكم يسطر التسطير. معرض يمن لاندكار، موقع في الفاو امام محطة شركة النفط.